اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. وصفه النهارده مربى التين. تعالوا نشوف المكونات والطريقه. اول حاجه هنا معايا حوالي كيلو من التين، معايا هنا كوبايتين من السكر، ومعايا عصير ليمونه، ومعايا معلقه صغيره فانيليا. على فكره ممكن تستغنوا عن الفانيليا، بس انا بحب احط الفانيليا على المربى، بتعمل نكهه حلوه كده وبتضيف يعني ريحه حلوه ليها. طريقه تحضير مربى التين سهله جدا. الخطوات اللي احنا بنعملها ان احنا بنضيف التين هنا في الحله، وبعد كده بنضيف السكر عليه. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة صعبة. وعصير الليمونة. طبعا انا مش هضيف الفانيليا دلوقتي، لو ضفتها دلوقتي مش هتعمل النكهة المطلوبة وهتختفي ريحتها لما تترفع على النار، فهخلي الخطوة دي للاخر. الخطوة اللي هعملها دلوقتي بعد ما ضفت كل المكونات ان انا هرفعها على النار. كده مربى التين اهي معايا بعد ما رفعتها على النار. بصوا ابتدت هنا تاخد اول غلوه اهي بتغلي معايا. ممكن في الخطوه دي ابتدي اوطي عليها النار اهو. انا دلوقتي وطيت. هتلاقوا هنا طبعا الريم الابيض ده بيظهر، انا طبعا من وقت للتاني هشيله. هو مش هيعمل حاجه للمربى، بس الفكره انه لما بنشيله بتبقى المربى كلير كده وصافيه وبيبقى شكلها احلى بكتير. طبعا عينينا على المربى ما نسيبهاش خالص، ومن وقت للتاني ايدينا فيها بنقلبها علشان ما تلزقش. اهو دلوقتي كده انا اهو بشيل الريم ده، وكل ما يطلع معايا بشيله من وقت للتاني اهو. هنا بصوا كده علشان يبقى شكل المربى صافي وجميل بنرفع الريم ده كده كل شويه اهو ونحطه هنا. وطبعا زي ما قلت لكم ايدينا فيها وبنقلبها علشان ما تلزقش. بصوا دلوقتي انا معاكم اهو خطوه بخطوه. دلوقتي انا وطيت عليها النار خالص علشان ما تتلسعش. بصوا لو هتلاحظوا كمان الريم اختفى تماما، المربى بقت صافيه وجميله جدا، ما بقاش فيها اي شوائب، وده المطلوب مننا ان احنا نعمله في المربى. لازم نطلع الريم ده على طول علشان يبقى شكلها جميل وصافي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا دلوقتي كمان وطيت عليها خالص. دلوقتي في الوقت ده انا ممكن ابتدي اضيف الفانيليا اهي. زي ما قلت لكم انا ضفتها ليه في الاخر علشان تفضل ريحتها معايا وما تروحش على طول بمجرد ما ارفع المربى على النار. هقلب بقى تقليبه كده كويسه من فوق لتحت. حلو جدا. بصوا شايفين قوام المربى، وشايفين اهم حاجه صفائها، واحلى حاجه فيها ان هي ما فيهاش اي شوائب. وهو ده زي ما قلت لكم التركه اللي احنا عملناها، ان احنا بنشيل الريم ده، هو ده اللي بيخليها صافيه ولونها جميل. دلوقتي خلاص المربى وصلت معايا للقوام الحلو جدا. بصوا اهو. انا بحبه بصراحه بالقوام ده، ما بحبوش اتقل من كده لان هي لما تقعد اكتر هتتقل. فدلوقتي هطفي عليها النار وبعد كده هرفعها واعبيها في البرطمان. وده شكل مربى التين بعد ما عبيناها في البرطمان وفي العلب. عايزه اقول لكم بجد ان هي يعني دي الكميه اللي طلعت معايا كويسه جدا. الكميه دي يعني تخيلوا من كيلو تين واحد عملت كميه كويسه جدا، فهي موفره وفي نفس الوقت كمان حاجه نظيفه عمايل ايدينا ومضمونه. كمان تنفع للولاد في المدرسه كده، نعملها لهم سندوتشات هيتبسطوا جدا بيها. وكفايه ان هي حاجه من غير اضرار ومن غير مواد حافظه.
من غير نسب سكر عالية جدا الجسم مش بيستفيد منها. فدي حاجة كده بيور في البيت عاملينها بايدينا، جربوها ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم مربة التين النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد من قناتي عالم منار. باي باي.